السلام عليكم. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي مكرونه بس مش بشاميل، لان انا مش عاملها بصوص البشاميل ولا دقيق تحمير ولا الكلام ده كله، ولا بالوايت صوص. ما ينفعش نقول عليها مكرونه بالوايت صوص يعني، ولا بصوص الابيض. انا ما اعرفش دي يا جماعه، احنا كنا جعانين والساعه داخله على الفجريه كده، فقمت اتصرفت عملت الشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. والله وكيل كمان طعمها كان جميل جدا، يعني احنا مش هنغشكم. تحفه واقتصاديه جدا. انتوا مش متخيلين ده، انا تلات ارباعها ميه يا جماعه، تلات ارباعها ميه. هتشوفوا دلوقتي. يا هي حله حطيت فيها معلقه السمنه، عقبال بس ما السمنه دي كده تسيح معايا هقول لكم ايه قصه اللي قدامكم ده. اللي على شمالكم ده مش لبن صريح، ده نص كيلو لبن فايض معانا من يومين، حاطين عليهم كوبايتين ميه وعليهم كيس لبن بودره اللي هو نيدو دوت، وخلاص على كده. وده فصين توم دقتهم انعمهم تنعيم كويس جدا. انا هنا حطيت توم عشان يعني ادها طعم التوم. مش عايز تضيفوا توم، لو انتم مش بتحبوا التوم بلاش. معلقه من الملح. ما بحمرش التوم يا جماعه، انا مجرد بس ما بفكه مطرح ما كنت دقه. ومعلقه الفلفل الاسود بتاعتي. خلاص كده. اللبن هنا لو شفتوا انا شلته كان سخن تماما غلي. حطيت كيس مكرونه الشكل اللي قدامكم دوت، ده نص كيلو. خلاص. ابتدي بقى اقلب المكرونه بالتومه زي ما انتوا هتشوفوا كده اهو. انا مش بحمرها، اوعي المكرونه تتحروق او تتحمر منك، يعني احنا موطيين البوتاجاز على الاخر. وحطيت مرقه من الماجي، مش عايزه تحطيها معترض عليها بلاش. مجرد بديل الشوربه بس. وهبتدي اقلب تقليبه والتانيه، وادي هنا اللبن بتاعنا اهو. ايه اللي هحط دي مش حته قشطه، لا والله ابدا، دي حته جبنه قريش. كانت مركونه عندنا في التلاجة، كانت خلاص قربت تحمض، قلت لا نستخدمها بقى بدل ما نرميها خساره يعني. فقلبناها كده حتى مش عايزه تفك، مش عايزه تسيح. هي هتسيح بقى مع المكرونه. ونزلت بقى بالخليط دوت اهو. شايفين حته الجبنه اهي مش عايزه تفك برضه. هتفك ان شاء الله، وهتشوفوا دلوقتي ان هي هتفك قدامكم وهتبقى زي الفل. نخلي بالنا بقى، مش هنهزر تاني. هنزود هنا يا جماعه ميه. طب انت عايز تزودي لبن، ما تزودي لبن براحتك جدا، مفيش مشكله. انا هنا زودت ايه؟ زودت ميه. يعني هي الوصفه فيها حوالي 3 كوبايات ميه ونص كيلو لبن. ومشي حالك حالك يمشي، وكان طعمها زي الفل جميله جدا. انا زودت ميه سخنه. نخلي بالنا بقى ان السائل فوق المكرونه ما يقرب من سنتي او سنتي ونص. اول ما تبتدي تبقبق اهي معانا، هي اتحركت اهي من تحت، غليت، هقوم موطي البوتاجاز خالص وهقوم قافل الحله. بعد 7 8 دقايق ايه اللي هيحصل؟ الكميه هتتضاعف. يعني المكرونه استوت وفيها سائل. طب انا يا شيف فتحت ما لقيتش فيها سوائل، زودي يا اما كوبايه ميه يا اما كوبايه لبن، الاتنين سواء. دلعتها شويه بقى، مكرونه موتزاريلا كده في الوسط عشان تطلع فيها المطه بتاعتها. هبتدي اقلب لحد ما المكرونه دي تدوب معانا. خلاص كده هي الوصفه كده، خلاص يا جماعه انتهت، بسيطه جدا. وبدوقها لقيت طعمها زي الفل وجميله جدا جدا. وادي الطاجن البايركس بتاعي، مش موجود دوت صينيه اي حاجه عندك. وهنبتدي ننزل. بصوا، عشان اعرفكم ان هي مش لازقه تماما، الحله قدامكم نضيفه زي الفل اهي بالمنظر ده. وبرضه هندلعها من على الوش كده شويه مكرونه، شويه جبنه موتزاريلا، عشان تاخد اللون وتمط معانا، ويعني ويعجب منظرها الاولاد. زي ما انتوا شفتها في اول الفيديو. هندخلها الفرن قد ايه؟ 7 8 دقايق فرن وشوايه مع بعض. تمام. بس بعد ال7 8 دقايق طلعت بالمنظر الجميل ده. كان يعني سدت الجوع بتاعنا. الدنيا ساقعه والناس هنا يعني ما شاء الله تبارك الله كل شويه بيجوعوا. فسدت الخانه، وكان طعمها الله وكيل تحفه وجميله جدا. بصوا بقى شويه الجبنه الموتزاريلا اللي حطيناها في النص، شايفين المطه عامله ازاي؟ تحفه. انا بستخدم يا جماعه جبنه موتزاريلا اسمها الحمد، عشان ناس كتير بتسالني. قولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعتنا.